الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا قيموا صفوفكم وتواصوا وشدوا الخلل luruskan mendapatkan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام. حينا ربنا بالسلام وربنا الجنة والسلام كما ربنا وتعاليت
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا مولانا سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال مثل الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا علينا نموت علينا بأجرات إن شاء الله تعالى من الآمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وفنائك المحيي الرحيم فضلك وفضلك وجودك يا أكرم يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أولنا والآخرين وسلم وغلت وتوقع على كل صلاة رسول الله أجمعين الحمد لله والدعاء الحمد الشاكر الحمد لله الحمد لله في نعمك في المجيدة يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على ذلك وانت ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبورك بنعمتك علينا ونعوذ منك فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وحبيبنا ربنا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وشكرنا وتضرعنا وتعبدنا وتخشعنا وتقصرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفر يا رب العالمين أنت ولينا فاغفر لنا وعنا وتغفر لي لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر سبحانك وتحية فينا السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang mulia ini alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan malam yang ini. Dan alhamdulillah kita malam hari ini kehadiran Ustaz Ahmad Syaifullah, sarjana komunikasi yang Al-Hafiz, Masya Allah. Saya cerita sedikit Bapak Ibu-Ibu. Waktu ada beliau itu khutbah di Masjid Agung Nabawiyah, saya tuh berdoa antara dua khutbah itu. Karena setiap beliau mimpin sholat itu saya selalu nangis kalau baca surat. Saya doanya cuma begini, ya Allah, pertemukan saya dengan Ustaz Syaifullah. Semua itu Bapak Ibu. Alhamdulillah 2 minggu setelah itu langsung diijabah oleh Allah. Kebetulan istri saya itu kan punya pengajar juga, Al-Hafiz, karena pengajarnya udah sepuh, terus umurnya juga jauh, akhirnya kendala mengajarnya juga enggak waktunya enggak selalu hadir, kadang hadir kadang tidak. Akhirnya istri saya
bicara sama Ustaz Khair, pembimbing kita Yayasan Al-Wisal Istiqomah. Beliau saat ini sedang umroh sekarang masih di Madinah. Semoga beliau dilancarkan ibadah umroh. Saya ngobrol sama Ustaz Khair, Ustaz, ada nggak sih saya carikan pengajar tahfiz Quran gitu yang dekat-dekat sini? Saya kebetulan sebelahnya istri saya gitu kan sambil tiduran. Ada gitu, kata Ustaz Khair. Siapa ada? Ustaz Syaifullah. Saya langsung banget. Ustaz Syaifullah itu kan al-Hadismi gitu. Gimana bisa nggak dia mau nggak ya? Akhirnya ternyata pas dilobi sama Ustaz Khair, mau bapak ibu-ibu. 2 minggu kemudian kami ketemu di ruko Bimba yang di seberangnya Ibu Hajar Islamic itu, kita ngobrol. Alhamdulillah beliau akhirnya mau mengajar dan sudah mulai mengajar di awal bulan Februari. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah mempunyai putra putrinya yang ingin belajar tahfiz. Alhamdulillah kita sudah mempunyai pengajar kita Ustaz Syaiful. Dan untuk malam ini beliau akan mengisi kultum. Semoga nanti mendapat pencerahan dari beliau. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Istiqomah Bapak Ismoyo, yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim kami pada beliau-beliau. Pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini, malam yang ke-5 kali, Allah masih berikan kita limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga banyaknya. Baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat itu semua kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dan di bulan yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat isya berjamaah dan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan niat serta langkah kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman,
pemimpinnya para nabi dan rasul. Beliau adalah manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliau adalah manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yakni Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah dan menjalankan syariat-syariatnya dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang akan diberikan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, tinggal 10 menit lagi, Bu. Ini baru permukaan doang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dari tangannya sendiri. Lantas untuk siapa surga itu? Allah menjawabnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu orang-orang yang melaksanakan semua perintah-perintahnya, termasuk kita berpuasa di bulan Ramadan, dan menjauhkan dari segala semua larangannya. Itu adalah orang yang beriman. Wa 'amilus salihati, dan orang yang mengerjakan amal saleh. An-nalahu, disebutnya bagi mereka jannah, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu, saya mau nanya, mau gak masuk surga? Mau setengah doang nih? Mau gitu? Mau apa mau? Insyaallah mau ya. Sama saya juga mau juga. Nanti kita insyaallah masuk surga bareng-bareng ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak nemuin saya di surga, panggil saya. Barangkali saya lagi ada di neraka, panggil saya ya. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat kebajikan, beramal saleh, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, surga ini merindukan kita. Jadi surga ini merindukan umatnya Rasulullah SAW. Makanya berbangga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mau tahu enggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget ya? Nih saya kasih tahu. Yang pertama, talil Quran. Golongan yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. 5 menit lagi. Talil Quran. Jadi yang pertama ini adalah golongan yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Saya mau nanya nih, udah 5 hari udah hafal Quran belum nih? Belum Ustaz, terus 30 aja belum selesai nih. Baru-baru hafal Quran. Nah, makanya nanti kalau mau belajar Quran nanti di rumah Quran istiqomah ya. Anak-anaknya tuh banyak tuh anak-anak nih. Masuknya nih, Zubair nih. Ya, menurut Ustaz nih. Tapi tadi nggak masuk ya. Nah, besok masuk ya.
insya Allah. Nah, jadi pertama ini golongan yang ditentukan oleh surga adalah dalil Quran, golongan yang senantiasa gemar bacaan Quran. Jadi tidak ada waktu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mau waktu sempit, mau waktu luang, dia akan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau baca tampil 1 jam berulang 1 juz. Ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, setiap huruf yang kita baca Allah akan berikan balasannya 10 pahala. 1 huruf, bukan 1 ayat, 1 huruf. Coba baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hitung sendiri tuh ada berapa huruf, tinggal kalikan 10. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah akan lipatkan 10 kali lipatnya. Tuh, enak kan? Makanya orang yang gemar baca Al-Quran dirindukan sama surga. Makanya jangan bermas-malasan untuk membaca Al-Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, belajar. Saya sudah tua Ustaz, nggak ada kata apa ya, sudah berumur. Jadi walaupun sudah tua, belajar. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Walaupun kita tinggal 1 jam meninggal, kita disuruh untuk berilmu, untuk mencari ilmu. Itu yang pertama, golongan yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran ini nanti akan diberikan syafaatnya oleh Al-Quran tersebut. Kata Rasulullah apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'al ashabih. Bacalah Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang baca Al-Quran syafi'al ashabih, akan mendapatkan pertolongan oleh Al-Quran nanti di hari kiamat. Tuh, orang kalau sudah baca Quran enak Pak, hatinya akan lembut ya, karena Al-Quran itu sebaik-baiknya zikir. Dulu saya waktu pesantren di Bogor menghafal Quran tuh kerjanya begitu aja, setiap harinya buka tutup, buka tutup, dibaca Quran tutup, istirahat makan, baca Quran lagi, ngapain lagi begitu sampai 4 tahun. Alhamdulillah bisa menghafal Qurannya. Setelah menghafal Quran 4 tahun selesai, 2009 saya langsung turun gunung jadi imam di Kalimalang, namanya Masjid Al-Maghfirah. Alhamdulillah berkahnya Al-Quran bisa ke Mekah udah 12 kali. Alhamdulillah itu berkahnya Al-Quran. Sudah selesai waktunya. Berarti pertemuan kali ini saya membahas 1 saja. Nanti tahun depan kita bahas 3 lagi, ya Pak ya? Oke? Jadi saya mau kasih tahu ada 4 golongan yang dirindukan Al-Quran, dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, ada dalil Quran, golongan yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Yang kedua itu hafizul lisan, orang yang senantiasa gemar menjaga lisannya. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa gemar memberikan makanan kepada orang yang lapar. Yang terakhir wasaimin fi syahr Ramadan, ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Nanti insyaallah tahun depan kalau ada umur yang panjang kita akan bertemu kembali Pak ya. Jika ada, gimana itu katanya? Ya lupa deh. Jika ada sumur di ladang, cakep, bolehlah kita numpang mandi. Cakep. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu kembali. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله وبركاته. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. نبيكم محمد صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عصرة أطفي بهم نار الجحيم الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ترضوا عنه رضي الله عنه ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا حنان يا منان أقبلنا فاقبلنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا حنان يا منان أقبلنا فاقبلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كامل وبفضلك معجل وعلى صلوات محافل وللزكاة فاعل ولمنك طالب والفاروق في الهدى بالتمسك وللأرض معروف وفي الدنيا زاهد وفي الآخرة راغب وفي القضاء راجل ومن عمل شاكر وعلى البلاء صابر وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر وعلى الخلق وعبد وفي الجنة ذاحل وعلى سريرة الكرامة قائد ومن ود متزوج ومن سدس وإسلام وذلة متلابس ومن بعد الجنة الآخر ومن أبي نصب نسب بأكواب وعبارك وكاخنائن وعلى تعالى من يريد نشيدنا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر 3 ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك الكرم مع العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك من الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخصعنا وتضرعنا وتبودنا من تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن عداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.